لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1069 لواني كاين تفسير القرآن في رزبيم وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. برخوش بسنا وكلا واني رابش كما قد خزمة دوات بيروزا دابوين كرب العالمين باز لكرين فروشتنيك دكا دفرمي الله تعالى لإيمان داراني كريا نفسيان وماليان لبران بردا بهشتيان بيدا بخشي يتر حسب أو كرين فروشتنيك كوا إيمان داران كديتان لقل الله تعالى خواهي قور داوان لذكات جهاد بكن آنيش قتال دكان لبيناوي الله تعالى دكوجنو دش كجرين يتروا وعديه شي حق وراست درستا كخواهي قور دايتي لتوراة ولإنجيل ولقرآن باسي كرديا چه هي لالله تعالى بوفاتر ببرامر بعاتو بيمانكاني دي مجدتان لبي بو بيعتي كرقا الله تعالى كرديتان يترهد أوشا سركوتني هرقوره. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ليقاتلوا بها الكفار. وتا الله تعالى بيقمان نفسي لإيمان داران كرية أو نفسيان لياني كرية تاو كل مقابل دا قتال بكن لقل كساني شي كافر. واشترى أموالهم وهروها مال يعني كرية ليبذلوها في جهادهم تاوك أو مالشيان ببخشن لجهاد كردن وجعل ثمن تقديمهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله أن تكون لهم الجنة. يتلبران بردك أخوي قول سبحانه وتعالى نفس مالي لوان كرية لبران بردا بهشتيان بيد بخشي. تفسير الرازي دلي عبر بالشراء مع ما أن ما في الكون ملك له وحده كاتك واخوي يقول دفرمي إن الله اشترى الله تعالى لياني كريه إيديخو أويل أسمان كانوا لزبهم ملك خويتي وإنما يشتري المشتري ما لا يملك عادة كسيك شد كري كوانيبي دي كري بلام الله تعالى ملك أسمان كانوا زي لضمني أوش إنسان كان هم ملك خويتي لو دفرمي لياني كريه لحسن التلطف في الدعاء إلى الطاعة كواتا أوش وكو لطفك أخواي قورة دنويني لا لو بانقوازي كوادي كالبوي كوا خلشي طاعة جورالي فرمانا كان أخواي قورة بكرك لقال أوش كملشي خويتي أخواي قول لي عندك كريتوا يعني سبحان الله وش بلقي لسر كرم سخاء بلقي لسر رحمتي أو پروردگارك ملشي خويتي اللي ذكريته سبحانه وتعالى. أبي حيان ضلي لطيفيش تدا وهي رغبة المشتري فيما اشتراه واغتباطه به ولم يأتي التركيب إن المؤمنين باعوا. يعني سبحان الله لير داخل إن الله اشترى نافرمي المؤمنون باعوا أنفسهم لا تفرمي الله تعالى لياني كريه كعاد تنكرينش كسيك شتيك دكري وترغبتي لو اشتهي كدي كري وضلي بي خوش دبي يتر أوج لطيفيك كالله تعالى
سبحانه وتعالى رغبتي لو كرين فروشنا هيك واكديتي لقل إيمان داران سبحانه وتعالى كوج بلقي لسر رحمتي. وهرو هذا قدم الأنفس على الأموال، خواهي قول سبحانه وتعالى نفسي ببيش مال يخستليرة ابتداء بالأشرف أبروي نفس شريف ترى وبقيمة ترى لمال وبما لا عوض له إذا فقد أبروي نفس كاتكوا دي بخشي مقابلي لدنيا هيش تيقنامينه. يتلقى ملاحظة بكين لقرآن بيروس هل وكل بدائع الفوائد خواهي قول سبحانه وتعالى بابلين لبدائع الفوائد ابن القيم باز ل آتكاني خواهي قول ذكا سبحانه وتعالى كاتكوا باز لنفسه لمال ذكا دفرمي تمشى ذكا ليرة خواهي قول سبحانه وتعالى كاتكوا مشترية كاتكوا خواهي قول الذكري نفسي ببيش مالي يخستيا ورام لآتكاني تر كاتكوا باز لإيمان داران دكا كجهاد دكا نبيناي خواهي قوله دفرمي بماليان أو جاب نفسيان بماليان أو جاب نفسيان سري أويتيا يقلى حكمة كان والله أعلم كاتكوا إيمان داران دبخشن كاتك إيمان داران دبخشن لبيناي خواهي قوله عادة مال دبخشن أو زاد وأخير مرحلة نفسي شان دبخشن لبروي أو هندي هي يا كم زار مالي هي مالكش دبخشي دواتر أغلى ما عنده نفسي خوتي أوش دبخشي والله كخواي قول سبحانه وتعالى وكو مشتريك ذكري يا كم زار اشتبه قيمتك ذكري يا كم زار نفسي عن ذكري أو زاد مالي شان ذكري سبحانه وتعالى. أبي السعود ضلي بأن لهم الجنة كاتك أخواي قول دفرمي لبرامبر ذاك نفس مالياني لكريا لبرامبر ذا بأن لهم الجنة مبالغة في تقرير وصول الثمن إليهم واختصاصه بهم كأنه قيل بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم كواتا خواهي قول دفرمي كنفسه مالي لإيمان داران كريا لمقابل دا بأن لهم الجنة بهاش هر إيوانا وكان بهاش هموي تايبة بون بهاش هموي تايبة بون مع العلم خواهي قول سبحانه وتعالى طبعا بيزقل إيمان داران بيغمبران هنا عليهم الصلاة والسلام كدرزو بلو بيهان زور برزة إيمان داراني أمتاني بيشوتر إتر ولو أنا شهمو إيمان داري تشيش مقاتل مجاهد نبي لبينا إخوائي قوري بلام أون التوحيد بيا كبست بهشته بلام لير دا دفن وكأنما بهش همو يلبو أوانا سبحانه وتعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أي يقاتل المؤمنون لإعلاء كلمة الله كواتا أو إيمان دارانا أو بيعتان كدير الله تعالى قتال ذكن لبو برز كرنوي كلمي توحيد كلمي الله تعالى ونصرة دينه تاوكو ديني خواب سربيخن فإما أن يقتلوا الكفار إتل لو قتاليان دايان أوان كافران دا كجن أو يقتلهم الكفار يعني كافران دايان كجن فسواء قتلوا أو قتلوا فقد وجبت لهم الجنة سبحان الله تسبو كجن تسبو كجرين لبران بردا خواهي قد فرمي بهشتيان لبوهيا لا تفسير منار ضلي قرأ الجمهور بتقديم يقتلون المبني للفاعل وحمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول كواتا من جمهور ده يقتلون يقاتلون فيقتلون ويقتلون يقتلون ويقتلون ده كجنو داش كجرين بلام حمزة وكسائي أوان لخين وكي لقراءيوان تقديم المعنى للمفعول كواتا بقراءي حمزة وكسائي فيقتلون ويقتلون بوشيوية أو باب التقديم التأخيرة فدلت القراءتان أو دو قراءة كهي على أن الواقع هو أن يقتل بعضهم ويسلم بعض كواتا هرواشة لو قتال كرود دا هندتشيان دكو جرين هندتشيان سلامت دبن وأنه لا فرق بين القاتل والمقتول في الفضل والمثوبة عند الله عز وجل يتر بنزبد إيمان داران تس قاتل بيت تس مقتول بيت تس كافران بكوج تس بخوي بكوجري لفضل لأزل باداج لا إخوي جورة وكو يكا إذ كل منهما في سبيل هردو شي تسدا كوجري هل بيناي الله تعالى لا حبا في سفك الدماء لبر هندينية أوانك قتال ده كان بيان خوشخين برجاء ولا رغبة في اغتنام الأموال
دەبەر ئەوەش نییە کەوە ڕغبەتیان زۆر بلۆیکەوە ماڵ بە غەنیمە بگرن ولا توسلا إلى ظلم العباد لبوش نية كوا بيكنا وسيليك لبو ظلم لخلش بكن كما يفعل عباد الدنيا من الملوك ورؤساء الأجناد هل وكو أواني كوا عباد الدنيانا بندكان دنيانا لا باتشاو ملكة كانوا وهروها جندية كانيان لبو أوي كوا مالي خلشي طالام بكن لبو ظلم لخلش بكن قتال دكن بلام قتال لبيناي خواي قوري وانية طبعا أو كسان دكوجن كمستحق بكشتن أو كسان دكوجن كمحارب لبو خوا سبحانه وتعالى محارب لبو ديني خوا يعني حتى أجر كافريج بي وكتنزارق وحق تمام باس كده حتى أجر كافريج بي بلام محارب نبي هيج إشكالنا لا إكراه في الدين بهل بكافريات خوي بجي بلام محارب نبي لبو ديني خوا بلام كمحارب بو بالتأكيد خو تسابق أقولي بيشكاش ناكري ديني خوا ديني شو واقعية بلكو قتالي اللي قال ذكرك أو قتال ذكاء قتالي اللي قال ذكري توا يتر كاتش كإيمان داران أو قتال وجهاد ذكر لبناء خواي جور سبحانه وتعالى نما بس يان خين رشنا نما بس يان مال بطالان بردنا نما بس يان ظلم كرنا لخلشي بلكو ما بستك برز كرنوي عقيدة توحيدة ما بستك ويكوا إيمان داران بأزادي خوا برستي خوا بكنو درشمي آيني توحيد ويكتا برستي كسيق نبي منعي بكاتن ما بستك أويا ابن عاشور ضلي يقاتلون في سبيل الله ضل أو جملة مستأنفة استئنافا بيانيا ضل أو جملة بابلين لنوي ودست بكرديا لبو بيان كردني أو بيعتيك وأخواي جورا لقل إيمان داران كردتي لأن اشتراء الأنفس والأموال لغرابته في الظاهر ظاهرا كأخواي جورا فرمي الله تعالى مالو نفس مالي كريه لإيمان داران ظاهرا يعني كو كريتي يثير سؤال من يقول كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم بعش يعني كو كريتي كو دي بخشن فكان جوابه يقاتل في سبيل الله بخشيني نفس مال لوي بديارك وكوال بينه الله تعالى قتال دكنوا وهلوها دكجنو دشكجرين وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أي وعدا على الله ثابتا مكتوبا كتخوي يقول كريتي وعدك لسرخوي ثابتة نسرايته للتوراة كوالب موسى دابزي عليه الصلاة والسلام لإنجيل نسرايته كوالب عيسى دابزي عليه الصلاة والسلام لقرآنيش كوالب محمد المصطفى دابزي صلى الله عليه وسلم لو سيكتابة خوي قورن سويت أو وعدي لسر خوي كرديتا حق ثابتي كرديا بوي كوا أنه سيوفى المجاهدين في سبيل الله ما وعدهم به فيدخلهم الجنة لو سيكتابان خوي سبحانه وتعالى أو وعدي لسر خوي تثبيت كرديا كوانيك خويا نماليا فروشت بأ الله تعالى خوي جور سبحانه وتعالى وعدك لبوان جيب جيدك بويكوا ديابات بهاشت لتفسير قاسمي ضل يدل على أن أهل كل ملة أمروا بالقتال وتا وبلغي بتايبتي كوا باز لتوراة وإنجيل جدك كوا أوانيش عين فرمانيا بيكراب بقتال وهل وعدين بيذا بهاشت إذ هو سنة إلهية لتمكين دين الله والذود عنه سنة شيء إلهية سبحانه وتعالى لو التمكين كردنو دا مزراني إيمان داران لصروا يزيو تاوك الدفاع لدين خيام كان وقد بقي في التوراة والإنجيل الموجودين على تحريفهما ما يشير إلى الجهاد والحث عليه كواتل لو توراة وإنجيلش كمحرف شيء استأوهي كما موجودة هشتا آثار الشوانواري أو آتاني تداما كواخوي يورق فرمانيا فيك بجهاد قتال هاني عند دا ومن أوفى بعهده من الله أي لا أحد أحسن وفاء بما عاهد عليه من الله هيت كسيق لله تعالى تاكتر وعد كان جيبجيناك فإنه صادق لا يخلف الميعاد الله تعالى رازقوه بويك وبهيت شيوك خلاف لا وعد كان سبحانه وتعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به أي فأظهروا السرور أيها المؤمنون المجاهدون دي دلتان خوش بي أي أو إيمان دارانكوا أو عدو بيمانتان كذي وجهاد كان بين أخوي قولا وافرحوا بهذا البيع الذي بايعتم به الله دلتان خوش بي بو بيعتيك لقل الله تعالى كذيتان إن زاد فرمي وذلك هو الفوز العظيم أي وهذا البيع هو النجاة العظيمة
والظفر الكبير الذي لا أعظم منه. براستي أو كرين فروشني كسر الله تعالى بك براست أو كرين فروشني كوا أو بري نجات بوني لنا خوش كان دنيا وقيامة تدا أو بري سرفراز بوني تدا دل خوش بون وجيشتن بو سركوتنا جوري كوالوي جورة ترنية. فالجهاد سبب لمغفرة الذنوب والسيئات ورفع الدرجات ودخول الجنات. براستي أو جهاده هو كارا لبو أوي لبون لي خوشبون لجناه تابانا كان لبو برزبونوي بلو باكان لبو تون لبو ناو بهشت كان تديارا لسر فضلي أو جهادش وكو لتندين تفسير زور شتيان لسر نسيا لسر باون فضلي أو آتا بلان دبر توابوني كاد دوستين ببشتواني خواهي جورا لوانا كاني داهات لواني داهاتو دينو خزمة أو آتو هندق لواني كوا زانان نسيتيان لفضل أو آتو لواني كوا لو آتيان هلينجا ببشتواني خواهي جورا باسي دكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.